تعادل غير عادل بين الاهلي وشباب بلوزداد في استاد القاهره. ليه غير عادل؟ لان الاهلي ما يستحقش يطلع بنقطه، الاهلي كان يستحق يتغلب النهارده. اهلا يا عم. حقيقي فعلا اللعيبه دي كانت لازم تطلع النهارده مغلوبه. لازم تعرف ان الاستهتار وتضييع الفرص قدام الجول ده له تمن، مش ببلاش. عمال تضيع في فرص سهله، كور بتجيلك في قلب الست يارده بتاع الخصم وانت مفيش بلح. يا جماعه الموضوع اكبر من ان الاهلي يكون محتاج مهاجم ولا صانع لعب ولا جناح. احنا اللعيبه في الملعب موجوده وعندها الامكانيات، بس مش راضيه تخلص. مفيش تركيز يا باشا. انت بتلاعب خصم ما عندوش تنظيم دفاعي ب5 جنيه، فرقه دفاعها ضايع حرفيا، وانت كل الكور والفرص اللي بتجيلك عمال تستهتر فيها وتضيعها بطرق غريبه جدا. مره تشوط في الحارس، مره تشوط في المدافع، مره تشوط بره خالص. تحس ان اللعيبه بتلعب ماتش تحصيل حاصل، تحس ان اللعيبه لسه في معسكر الاعداد اللي انا ما اعرفش هم كانوا بيعملوا فيه ايه بصراحه. طب ده الجنب الهجومي. الجنب الدفاعي بقى